المسار ده ماسك ايه؟ synchronization، مزامنة، عشان الاتنين يبقوا شغالين مع بعض. المسار ده في البوردة اللي معاك اعطيك OL، وهو هنا المفروض ان هو عليه ممانعة، فلما يبقى فيه مسار عليه ممانعة يديني OL، يبقى المسار فيه ايه؟ قطع. تعال نشوف هل فعلا في قطع ولا الممانعة سليمة. دلوقتي المسار ده واصل بمين؟ واصل بR 8255 مقاومة. المقاومة دي واصلة توالي ولا توازي؟ توالي. توالي. فين التوازي؟ تتسبب بقطع في المسار ده ولا لأ؟ افحص لي بقى في الجنب ده، هل الممانعة موجودة هنا ولا لأ؟ لأنها لو موجودة هنا ومش موجودة هنا فده معناه ان المقاومة دي تالفة. افحص بقى كده وقول لي، هنا مديانا OL وهنا اديتك OL. تعال نصغر نشوف هل المسار ده واصل بأي IC على البوردة اللي فوق. مفيش أي حاجة. طيب ندوس على طرفها التاني ونشوف واصلة بأي حاجة في البوردة دي. عمل لك إطار أحمر أهو وقال لك إنها واصلة هنا بمكثف. المكثف ده توالي ولا توازي؟ توالي. رجل موجب ورجل ارضي. توالي ازاي؟ انا شايفها ازاي؟ شايف دي فتحة؟ لا خلاص انا مفكرها واضحة. طيب المكثف ده يقطع ممانعة؟ لا ما يتسببش في قطع ممانعة، يتسبب في ايه؟ واحنا عندنا شورت؟ ما عندناش شورت. طيب النقطة اللي احنا قسنا عليها دي واصلة على الجسر اللي بيلحم البوردتين مع بعض، معنى كده انها المفروض متصلة بالبوردة اللي تحت اهو. ادي النقطة المقابلة ليها في البوردة اللي تحت، والنقطة في البوردة اللي تحت واصلة باي سي السبيكر امبليفاير. يبقى الممانعة جاياني منين؟ جاياني من الاي سي ده في البوردة اللي تحت. وانا دلوقتي البوردة اللي معايا دي بوردتين متطبقين على بعض ولا بوردة واحدة؟ بوردتين. البوردة اللي في ايده هي التليفون عبارة عن بوردتين طبقتين، انما هو دلوقتي فاصل البوردتين عن بعض وبيقيس الممانعة على البوردة اللي فوق. فالبوردة اللي فوق مفيش عليها اي سي خاص بالمسار ده، عشان كده مديك OL. لو البوردتين ملحومين مع بعض هيديك الممانعة السليمة على الكونكتور. انت فصلت البوردتين عن بعض، فالبوردة اللي فوق مفيش اي سي ولا في مقاومة توازي على الارضي هي اللي تديك ممانعة. فانت بما انك فاصل البوردتين فممانعة OL في المسار ده هي السليمة، مش اللي مكتوبة على المخطط. اللي مكتوبة على المخطط والبوردتين مجموعين مع بعض، OL ده هي دي الممانعة السليمة. بس ممكن يكون حاصل قطع في المسار جوه البوردة. انا لما افصل البوردتين كده واجي الاقي مسار زي ده المفروض اتعامل معاه ازاي؟ اول حاجة اجي اقيس الممانعة بقى هنا على البوردة اللي فيها الاي سي. المفروض الاقي هنا ممانعة. لو جيت هنا لقيت ان الممانعة هنا OL فده معناه حاجة من الاتنين: يا الاي سي ده نقطة القصدير اللي تحت منه مكسورة، يا المسار من عند الاي سي للنقطة دي مقطوع، يا اما الجسر نفسه فيه كسر فالجسر مش ملامس من تحت. ودي حلها ان انا اخد جامبر من تحت الاي سي لحد الجسر او اعمل سواب للبوردة اللي تحت، لان غالبا الاعطال اللي بتبقى فيها كسر في الجسر بيبقى الكسر في اكتر من نقطة. طيب بالنسبة للنقطة اللي فوق دي، ممكن المسار ده من اول الجسر هنا، النقط اللي بتركب على الجسر، ممكن يكون المسار جوه البوردة نفسه مقطوع. لو ركبت وقست لقيت الممانعة
جت على الكونكتور، فده معناه ايه؟ ان الجسر سليم والمسارات جوه البورده مقطوعه، او مش مقطوعه، اسف. لو انا عايز اتاكد قبل ما اركب، اشوف جنبيها، بص هنا في جنب النقطه دي النقطه ار دي اهو، الحم الاتنين مع بعض واروح افحص الممانعه تاني على الكونكتور، هلاقي ايه؟ اصفار شورت. ده ياكد لي سلامه المسار جوه البورده. طب لو مفيش جنبيها ار دي، اشوف اي نقطه جنبيها عليها ممانعه اوصلها بيها، الاقي نفس الممانعه وصلتني على الكونكتور، يبقى انا كده اتاكدت من سلامه المسار. وسلامه المسار لا تعني سلامه الاي سي. يعني ممكن المسار ده يكون سليم لكن الاي سي نفسه فيه مشكله، بس المشكله مش ان الاي سي مشرط المسار، لان احنا ما عندناش شورت هنا، ومش ان الاي سي مش راكب على المسار. ده ممكن يكون الاي سي مش راكب على مسارات تانية، لانك انت دلوقتي احنا فحصنا كام نقطة من النقط بتاعت الاي سي دي؟ احنا فحصنا الاوت بتاع الاي سي على الكونكتور، لكن النقط بتاعت الكنترول والداتا اللي جايه للاي سي من المعالج دي احنا لسه ما فحصناهاش. زي الجهاز اللي هو بتاع دايره الاضاءه، احنا فحصنا 3 نقط ماسكين اضاءه في الاوت، انما الاي سي نفسه كان فيه كام رجل؟ 12 رجل باين ولا 9 رجول. فاحنا فحصنا 3 بتوع الاوت، ما فحصناش بتوع الداتا ولا الكنترول. فالممانعه اللي ظهرت معاك دي او ال، وهي في البرنامج 600. الممانعه دي سليمه لانك فاصل البوردتين. لو كانت البوردتين على بعض واديتك او ال، كنا قلنا كده ايه؟ في قطع في المسار.